وعلى العوام. ما هو موقفكم الآن من أتباعكم من أهل السنة وهم يشاهدون بأم أعينهم أنكم تدلسون ولا تستحون؟ شاهدوا الآن اعتقاد شيعة أمير المؤمنين عليه السلام في الإمام المهدي والحقيقة حول فرية السرداب. كتاب أعيان الشيعة للإمام السيد محسن الأمين في المجلد الثاني في صفحة 62 يقول هنا يرد على عدة شبهات حول الإمام المهدي إلى أن يصل إلى الشبهة الرابعة. يقول كيف يمكن أن يكون شخص حي بجسمه الحيواني موجودا في السرداب يرى الناس ولا يرونه؟ ومن الذي يأتيه بطعامه وشرابه ويقوم بحوائجه؟ نفس هذا التساؤل طرحه الكنجي الشافعي، ولكن شاهدوا الجواب من الشيعي، والجواب أن هذا جهل ممن يرى أن الشيعة تعتقد وجود المهدي في سرداب، فإن ذلك لا أصل له ولا يعتقده ذو معرفة من الشيعة، بل الشيعة تعتقد بوجود المهدي حيا في هذه الدنيا يرى الناس ويرونه ولا يعرفونه. إلى أن يقول يذكر كلام مهم جدا تستطيعون الرجوع إلى الكتاب، أنا سأقرأ محل الشاهد. وقد نشأت شبهة أن الشيعة يعتقدون بوجود المهدي في سرداب بسر من رأى من زيارتهم لذلك السرداب وتبركهم به وصلاتهم فيه وزيارة المهدي عليه السلام فيه، فتوهموا أنهم يقولون بوجوده في السرداب، وتقول بعضهم عليهم بأنهم يأتون في كل جمعة بالسلاح والخيول إلى باب السرداب كما قال ابن تيمية وأتباعه، ويصرخون وينادون يا مولانا اخرج إلينا، إلى أن يقول وهذا ليس بعجيب من تقولاتهم الكثيرة على الشيعة بالباطل، إلى آخر الكلام المهم. تستطيعون الرجوع إلى نفس المصدر. نذهب إلى عالم آخر من علماء الشيعة، حياة الإمام المنتظر، تأليف باقي شريف القراشي، في الصفحة 17 يقول واتهم الشيعة في غير إنصاف وألصقت بها أكاذيب سخيفة في شأن عقيدتها بالإمام المنتظر عليه السلام، فقد قالوا أنها تعتقد أن الإمام غاب في السرداب الكائن في بيته في سمراء وأنهم يتوقعون خروجه منه، وقالوا أيضا إنهم يأتون إلى سرداب خاص في بابل يترقبون خروجه منه، إلى غير ذلك في سخف القول وأباطيله، إلى أن يقول وتعتقد الشيعة اعتقادا صريحا بأن الإمام المنتظر لا يظهر من السرداب الذي في سمراء ولا غاب فيه، وإنما يظهر في وضح النهار في مكة المكرمة وفي الكعبة المشرفة كما ظهر في تلك البقعة المقدسة جده رسول الأعظم صلى الله عليه وآله. نذهب إلى مصدر آخر في كتاب الغدير للأميني في الجزء الثالث صفحة 371 يقول وأما القسيمي أحد النواصب وما يشاكله في جهله المطبق فلا أدري ممن سمع ما تخيله من الأنواع وفي أي كتاب من كتب الشيعة وجده، وإلى فتوى أي عالم من علمائنا يستند، وعن أي إمام من أئمتنا يروي. ماذا قال القسيمي هذا الناصبي؟ يقول وإن أغبى الأغبياء وأجمد الجامدين هم الذين غيبوا إمامهم في السرداب، هذا قول الناصبي، وغيبوا معه قرآنه ومصحفهم، ومن يذهبون كل ليلة بخيولهم وحميرهم إلى ذلك السرداب الذي غيبوا فيه إمامهم ينتظرونه وينادونه ليخرج إليهم، ولا يزال عندهم ذلك منذ أكثر من 1000 عام. الله أكبر على هذا الكذاب. يرد عليه العلامة الأميني ويقول وفرية السرداب أشنع وإن سبقه إليها غيره من مؤلفي أهل السنة ومن غيرهم، ولكنه زاد في الطمور نغمات بضم الحمير إلى الخيول وادعائه أطراد العادة في كل ليلة واتصالها منذ أكثر من 1000 عام، يعني الشيعة يفعلون هذا أكثر من 1000 عام، والشيعة لا ترى أن غيبة الإمام المهدي في السرداب ولا هم غيبوه فيه ولا أنه يظهر منه، وإنما اعتقادهم المدعوم بأحاديثهم أنه يظهر بمكة المعظمة تجاه البيت، ولم يقل أحد في السرداب أنه مغيب ذلك النور، إلى أن يقول وليت هؤلاء المتقولون في أمر السرداب اتفقوا على رأي واحد في الأكذوبة. أي والله كلامه صحيح، كل واحد يكذب كذبة جديدة. فهذه كانت بعض أقوال علماء الشيعة في دفع هذه الفرية حول السرداب، وزد على ذلك أن السرداب مفتوح لكل الناس يزورونه كل يوم. نشاهد. استقبال الإمام المهدي عليه السلام. قديم على كده. في مدينة سامراء، هذا هو مكان استقبال. يودينا إلى صحن ثاني تحت الصلاة. الثاني الصلاة. وبعد خروج من هذا الصحن الثاني. ما أقدر أصور أكثر. شكرا. هذا هو السرداب.